السلام عليكم. انا برضو دلوقتي هكلمكم على القفازات اللي موجوده عندنا في جرين واي، قفازات التنظيف، لان في قفازات حاجات تانية للبشره. انا دلوقتي بتكلم على قفازات التنظيف. اول حاجه معانا القفاز الانفلفر، ده الاكوا ماجيك القديم. تمام. في منه اللون الاخضر نازل، جرين فايبر الجديد. هما الاثنين نفس الخصائص ونفس كل حاجه برضو. نفس نسيج الانفلفر بتاع فوطه الانفلفر، ينفع لكل حاجه، للبقع الصعبه، للدهون، للتنظيف العام. من اقوى الانسجه اللي موجوده عندنا في مايكرو فايبر جرين واي. عملي جدا وبيتحمل جدا يعني. من جوه طبعا يعني مش بيضايق، مش زي النسيج اللي بره. هو من جوه حاجه تانية عشان يريح ايدك، سبونج خفيف خالص كده، اللي هو بس عشان ايه وانتي بتدعكي بيه ما تبقيش متضايقه. تمام. في بعد كده قفاز التراب، في منه اكتر من لون، في البيج او الكافيه، وفي الاخضر، وفي القديم اللي هو الاكوا ماجيك لونه فيروزي. تمام. ده الجرين فايبر الجديد برضو نفس الحكايه. طبعا عشان التراب فالاسوره بتاعته بتبقى ماسكه على المعصم كده عشان ما تضايقكيش في التنظيف التراب. ومن جوه ده شكله. تمام. طبعا تقفيل حاجه ممتازه يعني، حاجه تعيش معاكي فعلا سنين. تمام. بصوا ده نسيج فوطة التراب بالظبط. بصوا اوريكم فوطة التراب. ده شكل نسيج فوطة التراب ده. بصوا قفاز التراب نفس النسيج. هي الفكرة بس انتي تحبي تمسكي فوطة في ايدك، تحبي تمسكي فوطة. تمام. اهي تمسكي فوطة فتطبقيها، تدعكي بقى من ناحية وتعملي من ناحية، ولا تحبي تلبسي قفاز وتمشي ايدك. هو طبعا من ناحيتين، تلبسيه يمين او شمال شغال، ومناسب جدا للايد الصغيرة والكبيرة وكل حاجة. عشان كده معمول الاسورة بتاعته تكون ماسكة على الجسم. تالت قفاز معانا اللي هو اللي قلنا عليه التويست، دوت لتنظيف الحيوانات او لازالة الوبر من على المفروشات او السجاد او الكلام ده كله. اهو نفس النسيج بتاع التويست. تمام. برضو المقسم بتاعه مقفول اهوت، ضيق يعني عشان يبقى مقفول على ايدك وانت شغاله. وده شكله من جوه مختلف طبعا عن الفوطه. ده بقاله معايا على فكره كذا سنه شغاله بيه زي الفل اهو، مفيش اي حاجه. يبقى ده قفاز التويست، في منه نازل الجرين فايبر باللون الاخضر. ده قفاز التراب، في منه اللون الاخضر والكافيه، دول الجرين فايبر. وفي منه اللون الفيروزي الاكوا ماجيك. ده قفاز الدهون اللي هو الانفلفر، باللون الموف اللي هو الاكوا ماجيك. تمام. وفي منه دلوقتي الجرين فايبر باللون الاخضر. شكرا. في حاجة برضو كنت عايزة اقول لكم عليها بالنسبة للقفاز التراب وفوطة التراب، الاتنين نفس الخصائص. ادي اهو 9/10 absorbency، 6/10 polishing، 5/10 scrubbing. تمام. دولت القفازات التراب اهي. بالنسبة لفوطة التراب نفس الكلام، 9/6/5، 9/6/5. ده بالنسبة ان فوطة التراب هي نفس خصائص قفاز التراب. الفرق ان انت تمسكي حاجة تلبسيها في ايدك وتفضلي تمشي بيها، ولا تمسكي فوطة وتدعكي بيها وانت وراحتك في الاستخدام. فاهمه؟ لان كذا حد يقول لي طب انهي احسن، القفاز ولا الفوطه؟ انت ممكن يبقى عندك الاتنين، الفوطه للاستخدام معين والقفاز لاستخدام، انما الاتنين كخصائص هما الاتنين نفس بعض. هي الفكره بس انت بترتاحي في ايه، تبقي عايزه تلبسي قفاز في ايديكي وتستخدميهم وخلاص، ولا عايزه تمسكي فوطه وتطبقيها وتفرديها تعمليها براحتك. تمام. شكرا.